هي اصلا لو ما فيهاش كل المميزات اللي هم قالوا لي عليها دي، انا هلفها زي ما هي كده في الكرتونه وارجعها لهم، عشان انا ما عنديش استعداد اغش الناس اساسا. دي سحر، المكنسه دي سحر. المكنسه دي ملبوسه؟ لا اكيد ملبوسه المكنسه دي، لا مش طبيعيه، مش طبيعيه خالص. لا معلش، هو ايه ده؟ فاكرين المكنسه اللي كنت بتسالوني عليها وانا في ايطاليا، اللي كانت بتشفط الميه من الارض، اللي انتوا اساسا كنتوا حافظين اسمها اكتر مني؟ وكل يوم الف سؤال وسؤال، فين المكنسه؟ منين المكنسه؟ بكام؟ نجيبها منين يا ولاد؟ موجود في منها في مصر؟ يا جماعه موجود في منها في مصر، مكنسه اوركا من البيت التركي. عايزه اقول لكم ان انا لو اطول اصلا اشحنها واخدها معايا وارجع بيها ايطاليا، انا هعمل كده فورا وبدون تردد. ليه بقى؟ اولا ارخص من اللي عندي بكتير، وامكانياتها اكتر بكتير. دي بس مش هتشفط ميه، لا لا لا، دي كمان هتغسل لك السجاد والانتريهات وكمان كراسي السفره والمراكب. الشفط بتاعتها اللهم بارك تحفه. وكمان المكنسه دي تركي يا جماعه. نصلي على النبي بقى في الكومنتات وتعالوا اقول لكم المكنسه دي بتعمل ايه. معانا الايد بتاعتها ستيل، بتطول وتقصر كده زي ما انت عايزه، والخرطوم اللي انتوا شايفينه ده طويل وخامته حلوه جدا عشان يتحرك معاكي بمنتهى السهوله، ودي السرعات اللي انت بتتحكمي فيها. نيجي بقى للجزء ده اللي هو مكمل معانا لاخر الفيديو. انت بقى التنفيض والكلام ده كله اللي بيقطم ظهرنا، احنا بالجزء ده هندخل على المرتبه، هندخل على اي مكان فيه تراب وهنشتغل زي ما انتوا شايفين. لو في حشره فراش، لو في تراب ناعم، هتطلع لك كل ده. استخدامي التاني بقى اللي ابهرني يا جماعه، حطي فيها ميه كده وشويه معطر ولفي كده في الشقه كلها، في اوضه اوضه، هتعطر لك الشقه وهتخليها ريحتها فله، وكمان هتشفط اي تراب ناعم في الجو انت مش شايفاه. نيجي بقى للجزء اللي هيبقى ايديكي ورجليكي فيه، واللي هيوفر لك كمان على فكره فلوس كتير قوي لشركات التنظيف اللي بتيجي تنظف لك الانتريه ولا تبعتي السجاد المغسله ويرجع لك تقريبا زي ما هو ما نضيفش. الجزء ده هتغسلي بيه اي حاجه في البيت. مبدئيا دخلت على المرتبه كان فيها بقعه صفرة كده، رحت جايبه المنظف بتاعي من غير ما اشغل المكنسه خالص، وابتديت افرك البقعه اللي انتوا شايفينها دي بالجزء الاسود اللي قلت لكم كمل معانا لاخر الفيديو. وبعدين رميت ميه بقى على المكان اللي انا غسلته ده، وابتديت اشفط كل الميه اللي موجوده بالجزء البلاستيك اللي انتوا شايفينه ده. اعجاز يا جماعه، تحفه، بتجفف كويس جدا، وممكن كمان تشغلي مروحه بس 10 دقايق هتلاقي المكان فله. اسكت على كده لا مسكوتش، رحت طالعه كمان على المساند بتاعه الركنه، ورحت فركه الحته دي اللي كانت محتاجه انها تتنضف فعلا، ورحت راميه ميه زي ما انتوا شايفين كده، وبقيت اشفط بالجزء البلاستيك اللي مش ممكن عليه، المفروض يتبروز. شفطت الميه زي ما انتوا شايفين وخلاها زي الفل قدام عينيكم. انا مش بصدق غير لما بشوف بعينيا اصلا، وده منظر الميه اللي اثبت لي ان انا ما نضفتش قبل كده. نيجي بقى للجزء ده اللي هيجيب لك المستخبي. شفطت بقى التراب من الاماكن المستخبيه اللي مش بنشوفها خالص دي، وعايزه اقول لك ان انت ممكن كمان ترمي ميه وتشفطي التراب بالميه عادي خالص، المكنسه ما بتقولكيش لا. بيجي مع المكنسه برده الكيس اللي احنا عارفينه اللي بيجي مع المكانس كلها، تمام، ولكن الجزء اللي انتوا شايفينه ده بقى اختراع ليه هيغنيكي عن استخدام الكيس اللي بيطلع عينينا في التنظيف. هتركبيه وهتشيليه بمنتهى السهوله، مش هيتعبك نهائي، حتى تنظيفه سهل قوي. وطالما هنستخدمه بقى عشان نشفط ميه وتراب، املوا المكنسه عشان الميه تغطي بس الجزء ده جوه المكنسه. نيجي بقى للجزء ده اللي هيشفط لنا التراب وهيشفط لنا كمان الميه. تجيبيه يمين وشمال لو انت عايزه تطلعي الشعر اللي ورا عشان تستخدميه على السجاده وتشيلي كل الوبر. ازيكم تشوفوا بعينيكم بقى الوبر اللي كان على السجاده اللي هي النساجون الصوف اللي بيمسك فيها اي حاجه دي يا جماعه. رجعت بقى الزرار تاني عشان ارجع الشعر اللي في الجزء اللي انا وريته لكم ده، ودخلت بيه على البلاط وانا بعاني من التراب الناعم. وبصوا يا جماعه خلت الارض زي الفل. غسلتي بقى يا ست البنات وعايزه ترمي ميه كده وتغرقي وتعومي وتلمي كل الميه دي تاني بالتراب بكل حاجه، برضو المكنسه مش هتقول لك لا. انا بصراحه مش عارفه المكنسه دي كانت فين من زمان. عايزه اقول لك كمان انها هتنشف لك الارض، مش محتاجه حتى ان انت تشغلي مروحه او تفتحي شبابيك. مجرد ما مسحت الارض وشفطت الميه خلاص فردت السجاده ولا اكني في اي حاجه، ما فيش اسهل ولا ابسط من كده. نيجي بقى للجزء ده اللي هيغسل لك السجاده على الناشف، ودي اسمها الفرشه الفراقه. هتغسل لك السجاد لو في اي بقعه ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده السجاده مفروده على الارض ورميت ميه زي ما انتم شايفين، اي بقعه اي حاجه هتفركها لك وتخليها لك زي الفل، غير الوبر كمان اللي هتركبيها بقى في الجزء الستيل اللي انتم شايفينه ده. واي حاجه هتقف معاكي تكلمي البيت التركي، المهندس اسلام هيساعدك ويقول لك كل حاجه زي ما كان معايا خطوه خطوه. بصوا بقى يا جماعه شالت وبر قد ايه وغسلت لي السجاده خلتها زي الفل. عايزه تشفطي بنفس الجزء الميه كان بها، مش عايزه، خدي بقى الجزء الاسود ده اللي معانا من اول الفيديو وادخلي على السجاده كده، دعكي اي حاجه بقعه كده صفرة ولا فيها اي حاجه واشفطي الميه بنسبه 100%. استخدمي كمان الجزء الشفاف اللي مجنني ده. لو انت بقى عروسه لازم المكنسه دي تكون عندك، عشان انت لو عايزه تجيبي عفش فاتح سجاد فاتح مش هتشيلي هم بقع، مش هتشيلي هم تجيبي شركه تنظيف تاخد منك فلوس قد كده. وفي الغالب انا هعمل كده الفتره اللي جايه. نضفنا السجاده وخليناها زي الفل وهي محطوطه على الارض. شوفوا لي الميه عامله ازاي يا جماعه، نضفت المستخبي وخلت لي السجاد زي الفل، وش منكم في الارض. عايزه تحافظي بقى على المكنسه ما تسخنش منك اللي انت دافعه فيها فلوس، شيلي بقى الفلتر ونضفيها واهتمي بيها. انت شغاله بيها بس ريحيها دقيقتين وارجعي اشتغلي بيها تاني، هتبقى معاكي زي الفل. ولسه المكنسه مكمله معانا يا جماعه، وعايزه اقول لك ان الجزء ده ممكن تركبي فيه الخرطوم وتشتغلي بيها بقى كبلاور او اي
حاجه عايزاها تتجفف وتنشف. رجعي بقى الفلتر بتاعك زي ما كان، وانت ممكن تنضفيه كل اسبوع او كل اسبوعين او كل ما تلاقيه محتاج انه يتنضف. العجل كمان اللي في المكنسه هيخليها تتحرك معاكي بمنتهى السهوله والنعومه، غير ان السلك بتاعها طويل ومش هيضايقك. المكنسه دي ما ينفعش تفوتك، ما ينفعش ما تجيبيهاش، لو جربتيها هتدعيلي.